صحيت من نومي في نص الليل لان الجو كان صعب جدا وانا كنت حرانه وزهقانه وكل شويه اقلق. قلت ما بدهاش بقى، هطبق لحد الصبح، افكر في حل للحر اللي احنا فيه ده. ذكاء محدود، ربنا معاكم. فتحت النت وقعدت ادور على التكييفات واشوف اسعارها وصلت لحد كام، لان مراوح الدنيا مش هتعمل حاجه في الجو ده. وانا هوا ايه؟ انا شايف ان الهوا كده مظبوط، اكتر من كده مع السخونيه هتفرقعي. تعالي من ساعه ما التكييف بتاع الاولاني باظ في النقل علي مكسر ورافض يجيب واحد تاني. طيب حاضر، مش هحرمك من حاجه. هوا اهو. انا بقى قعدت طول الليل اخطط وتكتك لحد ما لقيت حل اقنع بيه علي يجيب لي واحد تاني بكل سهوله. استنيت ده انا هفقعك بالكف دلوقتي لو ما سكتيش، اقسم بالله. لقيته لحد ما صحي ورحت داخله عليه على طول. قلت له بقول لك ايه، انا ما نمتش طول الليل، شوف لي حل. فمن الطبيعي ان هو يسالني يقول لي ما نمتيش ليه، ايه اللي حصل؟ شكله مشغول في حاجه مهمه جدا. في اللحظه دي بقى انا رحت داخله على الجزء الثاني من الخطه بتاعتي. والخطه كانت كالاتي: اني قلت له اني ماليش ذنب في بوظان التكييف الاولاني، واني كنت مستحمله الفتره اللي فاتت دي كلها ومقضيها مراوح، فطبيعي ان هو هيرد عليا. طب وانا مالي؟ ساعتها بقى رحت انا داخله عليه بالتقيله، قلت له ان الحامل بتحس بالحر اضعاف الشخص الطبيعي. والصراحه الشوجر دادي حجي والله ما قصر، قال لي شوفي النوع اللي انت عايزاه ايه واطلبي منه 2 مش 1. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. ومفيش وقت كتير مر، الشركه بعتت التكييفات وكمان بعتوا العمال عشان يركبوه. انا بقى دخلت اعمل لهم عصير عشان يرطب عليهم في الجو الحر. تفكير ساذج بس شغال. وهم كانوا شاطرين جدا الصراحه، ما خدوش وقت في تركيب التكييفات. في اول 10 دقايق ركبوا اول واحد وراحوا داخلين على الاوضه الثانيه. وانا بقى ما كنتش شايله هم غير هم الشقه اللي هروقها كلها لوحدي للاسف. معقول ان ايدين الناعمه الحلوه دي تغسل المواعين وتطبخ وتكنس؟ شايفاها بقى عماله تتبهدل اكتر واكتر بسبب الشنيور والكراتين وكل الحاجات دي. رحت قايله في بالي كله يهون، اصبري بس لما يخلصوا خالص وخدي جوله ترويق في الشقه كلها. هي جيم ساعه وخلاص ما كانش فاضل كتير والناس تمشي. هم ركبوا الوحده اللي بره وكان ناقص يركبوا الجهاز ده في الحامل. وانا من موقع هذا حابه اشكرهم على التعب اللي هم تعبوه معانا، عشان بجد الجو كان صعب قوي. شكرا يا اسطى، بجد مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. وهم خلصوا ونزلوا وعلي كمان نزل وسابني في البهدله دي كلها لوحدي. شغلت بقى انا دماغي شويه وصغرت حجم الكراتين علشان اعرف اشيلهم في اي مكان. كملي يا حلو. وبعدين ولحد بقى ما اخلص من ليله الكراتين ديت، تعالوا اقول لكم فزوره وحلوه عشان انا عارفه ان انتوا بتحبوا الفوازير. اخلصي عشان اعرف اتصرف. حاجه لما بنشتريها بتبقى سودا، ولما نستعملها بتحمر، واول ما نيجي نرميها بتبقى رمادي. ايه هي؟ بس طلعت بتهبل. بدات بالريسبشن اول حاجه علشان ما كانش متبهدل قوي، قلت اخلص منه وبعد كده اخش على الاوض اللي طالع عينها. لا انت قدها وقدود يا ماما. المبخره دي بقى كنت لسه جايباها جديد وشكلها كان كيوت قوي وعجبني، قلت بقى اجربها معاكم واولع فيها بخور كده. صراحه هي كانت عمليه جدا وما ندمتش ان انا اشتريتها. متبخر ايه يا رياض؟ خايف لا تتحسد. وانا شغاله في الريسبشن والمطبخ وبفنش فيهم، كنت متشوقه قوي ان انا اخش افنش كمان الاوض، لان في الاوض الموضوع كان هيبقى مختلف تماما علشان هشغل التكييفات ومش هحس باي مجهود. يلا بينا ان شاء الله بقى شويه كده ونعمل خطه جديده ونخليه يجيب لنا تكييف كبير في الصاله. يلا يا وليه يا جزمه. وعلشان الاوضه صغنونه الحمد لله ما خدتش مني وقت كبير في تنظيفها، وبعد كده قعدت استريح شويه. انت بتنتجي 1000 كلمه في الدقيقه، هو انت انسان آلي؟ كنت فاكره نفسي خلصت بقى، بس دخلت الاوضه دي واتصدمت من اللي انا شفته فيها، بس قلت يلا كله يهون عشان التكييف. بتحبني قوي عشان انا اللي بجيب لها الفلوس. وبفضل الله بقى ما خدتش مني وقت كبير، بس لما خلصتها كنت حسيت ان انا فصلت خالص وما كنتش قادره اعمل اي حاجه تاني. وبس كده اليوم خلص والخطه نجحت. لو وصلتوا لحد هنا انتوا احسن ناس. هو من ناحيه الفرجه فانا اتفرجت